قبل ما ابدا يا صاحبي ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه، ويلا بينا نبدا. بتبدا حكايتنا مع اياتو اللي بيكون عنده 17 سنه، وبيكون اول يوم ليه في الاكاديميه. ولما بيكون ماشي في المكان مره واحده بيشوف منديل بيقع عليه، فبيمسك المنديل وبيدخل المكان اللي وقع منه علشان هو بيكون عاوز يرجعه. ولكنه طبعا اول ما بيوصل هناك بيكون مصدوم جدا، لانه هو بيلاقي بنت بتغير هدومها، والبنت طبعا بتتعصب عليه وتقول له لف وشك الناحيه التانيه. المهم ان هو طبعا بيتاسف منها، وبيقول لها ان هو ما كانش قصده ان هو يشوفها كده، وبيقول لها ان هو جه هنا علشان في منديل وقع من الشباك وهو بيكون عاوز يرجعه. وهي اول ما بتشوف المنديل بتشكره، لان المنديل بيكون غالي عليها جدا، ولكنها بتقول ان ما يمنعش ان انت اللي عملته بيكون غلط جدا، وبتقول له انا كده هضطر ان انا اعاقبك. وبتبدا انها تهجم عليه، وساعتها هو بيبدا يهديها وبيقول لها انا ما كانش قصدي ان انا اعمل كل ده. وبيقول لها غير كده ان بيكون اول يوم ليا في الاكاديميه وانا ما اعرفش اي حاجه. وهي بترد عليه وبتقول له انا مش مهتميه بكل اللي انت قلته وبتقول له تعالى خش لي مبارزه دلوقتي علشان اعرفك مقامك. وبعدها بتساله هو انت اسمك ايه، فهو بيعرف على نفسه وهي بتقول له ان اسمها بيكون يوريس. وبطلنا طبعا بيكون مصدوم ان هو ما توقعش ان اول يوم ليه كده في الاكاديميه بيكون بالشكل المهم ان بطلنا دلوقتي مش بيكون معاه سلاح، ولكن مره واحده طالب من الطلاب بيديله سلاح علشان يقاتل بيه، وفعلا بطلنا بيبدا معاها القتال، ويوريس بتبدا تهجم عليه هجمات قويه جدا، ولكن بطلنا بيقدر ان هو يصد كل الضربات والقتال طبعا بيستمر لحد ما البنت يوسف بتكون لسه هتطلع قوتها الكامله. ولكن في الوقت بيكون في طرف تالت بيتدخل في القتال، بيضرب سهم على يوريس، ولكن بطلنا على اخر لحظه بينقذها. ساعتها يوريس بتستغرب ومش بتكون فاهمه ايه هو اللي حصل. ساعتها رئيسه مجلس الطلبه بتتدخل وتوقف القتال اللي بينهم، وساعتها يوريس بتتعصب جدا وتقول لها انها كانت عاوزه تكمل القتال. فرئيسه مجلس الطلبه اللي اسمها كلاود بتقول لها ان ايتو بيكون وراه شويه ورق واستمارات لازم يخلصهم علشان يكون طالب رسمي في الاكاديميه. وبعدها بتاخد بطلنا وبتطلع المكتب بتاعها. المهم ان بطلنا بيتعرف على كلاود وبيبداوا يتكلموا مع بعض، وبتبدا تعرفه على المكان وتقول له ان في 6 اكاديميات بيكونوا موجودين في المكان، والاكاديميه اللي هو انضم ليها اسمها اكاديميه سايدو. وبتعرفوا ان 6 اكاديميات بيكونوا في منافسه جامده جدا ضد بعض. وبتعرفوا كمان ان الاكاديميه بتاعتهم بتكون مستواها في اخر ايام زي الزفت، وبتطلب من بطلنا ان هو يساعدهم ويرجعهم المركز الاول. فايتو بيرد عليها وبيقول لها انا اسف انا مش مهتم الصراحه. فهي بتكون مستغربه وتقول له امال انت ايه اللي جابك هنا المدرسه؟ فهو بيرد عليها وبيقول لها انا بدور على اختي الكبيره هاروتا اللي اختفت من 5 سنين، وبيقول ان هو سمع ان هي جت هنا المدرسه. وكلاود بتبدا انها تبحث عن اسمها علشان تلاقيها، وبتتصدم لما تلاقي سجل اخته بيكون ممسوح اكنها ما دخلتش المدرسه اصلا. فايتو بيقول لها مفيش مشكله انا هسعى ان انا اوصل لها ومش هستسلم. وبعدها بيمضي على ورق دخول المدرسه وبيتم ارساله لفصله، وبيصدم لما بيلاقي البنت يوريس بتكون زميلته في الفصل وكمان هيكون قاعد جنبها. المهم ان هو بيحاول ان هو يلطف الجو ما بينهم ويتصاحب عليها. فيوريس بتقول له انت انقذتني الصبح وانا كده لازم ارد لك الجميل، وبتقول له شوف انت عاوز ايه وانا ابقى افكر ان انا اعمله لك. في الوقت بطلنا بيشوف حد بيكون بيكلمه وبيقول له ان البنت دي بيكون طبعها كده، وبيقول له لو ولكنها بتكون شخصيه طيبه. وبيقول له بالمناسبه انا اسمي يابوكي، وبيقول ان هو بيكون زميله في السكن. وبعدها بيتعرفوا على بعض وبيعرفوا ان هو اللي رمى له سلاح لما كان بيقاتل يوريس، وبعدها بيرجع له سلاح. وبعدها بيكونوا بيتكلموا شويه وهم مروحين للسكن، وهم ماشيين بيشوفوا البنت يوريس بتكون بتتكلم مع واحد اسمه نستر، وبيكون شكله قوي جدا وكمان بيكون عاوز يقاتل يوريس، وهي بتكون قتلته 3 مرات قبل كده وهزمته وهو عاوز يرد الهزيمه. المهم ان هو بيبدا يعصبها بالكلام علشان تخش معاه قتال، فهي فعلا بتبدا وبيكونوا لسه هيخشوا قتال. في الوقت بطلنا بيتدخل وبيخلص اللي بيحصل المهم ان هو بيتعصب عليه وبيقول له انت مين عشان توقف القتال، وبيكون لسه هيهجم على بطلنا. ولكن ليستر بيلاحظ ان يابوكو بيكون معاه كاميرا وبيصور كل حاجه، بيروح سايب المكان وبيخلع علشان ما يحصلش نوش في المكان. وساعتها يوريس بتكون مستغربه جدا وتقول له ان هي مش بتكون فاهماه، وتقول له انت عاوز ايه بالظبط. فهو بيقول لها انا عاوز اسالك سؤال، وبيقول لها ان هو سمع انها اميره من اميرات اوروبا فايه اللي جابها هنا، وتقول له انها جت علشان الفلوس. فالمهم ان هو بيقول لها ما يهمنيش الكلام المهم انك تفرجيني على الاكاديميه، لانه طبعا بيكون جديد وما يعرفش اي حاجه. فهي بتقول له تمام ماشي، وبتقول له انا كده هرد لك الجميل انك انت انقذتني الصبح. وبيتفقوا مع بعض انهم هيتقابلوا بكره، وبعدها بيروح علشان ينام ان اليوم طبعا النهارده كان متعب وطويل جدا. وبعدها لما بيجي تاني يوم بطلنا بينزل يجري شويه وبعدها بيروح على المدرسه، ولكنه اول ما بيدخل الفصل بيسلم على يوريس على طول، ولكنه بيصطدم لما بيلاقي صديقه طفولته بتكون قاعده في الديسك اللي قدامه واللي بيكون اسمها صايا. فالمهم ان هو بيقول لها يا نهار ابيض يا صايا انا بقالي 6 سنين ما شفتكيش. وبيسالها وبيقول لها هو انت ايه اللي جايبك هنا؟ فبتقول له ان ابوها بعتها هنا علشان تجرب الاسلحه بتاعته اللي المدارس بتشتريها منه. هو طبعا بيكون فرحان جدا ان صديقه طفولته بتكون معاه في المدرسه. اثناء ما هو بيتكلم معاه يوريس بتتدخل وبتقول له ها ايه الكلام، وبتقول له انت مش كنت عاوز تاخد لفه حوالين الاكاديميه؟ فاتو بيرد عليها وبيقول لها طب يلا بينا. فصيبه بتقاطعهم وتقول لهم رايحين على فين؟ فاتو بيرد عليها وبيقول لها ولا اي حاجه، يوريس بس هتاخدني لفه حوالين الاكاديميه وتوريني الاماكن اللي هنا. فيوريس بتقول لها علشان انت كمان بتكوني
كوني لسه جديده هنا، وده غير ان انا عليا بيكون في دين ولازم اسدده. فالمهم ان هما الاثنين بيشدوا قصاد بعض لحد ما بطلنا بيتدخل ويقول لها ايه رايكم ان نروح كلنا وناخد لفه حوالين المدرسه. فالمهم ان هما بياخدوه لفه حوالين الاكاديميه وبيوروه كل حاجه فيها لحد ما بطلنا بيسيبهم مع بعض شويه وبيقول لهم انا هروح اجيب اي حاجه نشربها. وفعلا بيروح، ولكن وسط ما هما بيتكلموا مره واحده بيتعرضوا لهجوم بالاسهم من نفس الشخص اللي هجم عليهم لما كانت يورس بتحارب بطلنا. المهم ان يورس بتضرب ضربه بتدمر المكان كله اللي حواليهم. ساعتها بنشوف ان الاشخاص دول بيكونوا هربوا من المكان كله، ولحد دلوقتي يورس ما بتعرفش مين هم الناس دول. فالمهم ان بطلنا بيروح لهم ومش بيكون فاهم اي حاجه، فهم بيشرحوا له كل حاجه، فهو بيقول لهم تمام بس اهم حاجه تخلوا بالكم من نفسكم خصوصا انت يا يورس، وبيقول لها انها مستهدفه من شخص معين. المهم ان رئيسه مجلس الطلبه كلاود بتستدعي بطلنا لانها تديله السلاح اللي هو يبدا بيه حياته جوه الاكاديميه. المهم ان هو بيدخل مخبر الاسلحه، ولكننا بنصدم لما بنشوف الواد ليستر وبيكون بيدور على سلاح جديد غير اللي بيكون معاه، ولكن ليستر بيختار اقوى سلاح في الاكاديميه وبيبدا ان هو يتدرب عليه، وبيشوف ان السلاح دوت هيتوافق معاه ولا لا، لكنه بيفشل فشل سريع جدا. وبعدها بنتفاجئ ان السلاح دوت بيبدا ان هو يهجم على بطلنا، وبيبدا ايته ان هو يتفادى الهجمات بتاعته اللي بتهجم عليه، وفي النهايه بيقدر ان هو يسيطر على السلاح، وبنتفاجئ ان السلاح بيكون متوافق معاه بنسبه 97%. وساعتها بطلنا بيقرر ان هو دوت السلاح اللي هيكون خاص بيه، وهي بتعرفه ان السلاح اللي معاه دوت هو نفس السلاح اللي اخته كانت بتستخدمه لما كانت هنا. المهم ان اليوم بيعدي وتاني يوم بيقابل يورس علشان تكمل معاه الجوله، وبتبدا انها توريه جميع الاماكن وبتبدا تشرح له على الاماكن كلها، وبعدها بيقرروا ان هم يروحوا مطعم علشان يتغدوا. المهم ان هم بياكلوا وبطلنا بيقول ليورس ان الاكل بيكون عجبه جدا، وبيسالها مين اللي عرفك على المكان دوت، فهي بتقول له اصدقائي هم اللي عرفوني على المكان دوت. فايتو بيكون مستغرب جدا وبيقول لها هو انت عندك اصحاب اصلا؟ فيورس بتتعصب وتقول له اكيد انا عندي اصحاب، وبتقول له ان هم ما كانوش من هنا، كانوا من المكان اللي هي جت منه. وبنتفاجئ بعدها ان ليستر بيكون وصل للمكان وبيكون عاوز يتحدى يورس ويخش معاه في قتال. فبطلنا بيقول له بلاش يعمل كده ان يورس بتكون مستهدفه من شخص معين. وبكده بيكون خلص الجزء بتاعنا النهارده، ولكن لو عجبكم الانمي وعاوزين نكمل فاكتبوا لي في الكومنتات، ما تنسوش تشتركوا في القناه، ويلا سلام سلام سلام.